يا مساء الخير، يا مساء العافية عليكم أحبابي. الله يسعد أوقاتكم بالخير والعافية. واليوم رجعت لكم بفيديو جديد، هو طريقة عمل الريزو البيتي بمكونات كلش بسيطة وموجودة إن شاء الله بكل بيت. مثل ما تشوفون هذه التوابل أنا كاتبتها هنا على الشاشة، وهنا عندنا هذا صدر الدجاج، طبعا أنا استعمل الكفيل. هنا نقطعه يعني شرائح طولية مثل ما تشوفون هالشكل. ومن بعدها أنا عندي كمية طحين، نص القلاص نشا، نص ليمونة، والتوابل أنا كاتبتها مثل ما قلت لكم على الشاشة. وخليكم وياي حبايبي بطريقة العمل. هذه الشرائح هسه خلصناها. هنا عندنا هذا الخليط، أخلي عليه نص الكوب النشا، وطبعا أنا خالي 3 أكواب طحين. هنا أنا أخلي مجموعة التوابل هذه، وأخلي عليها كمية من الملح، طبعا الملح حسب الرغبة. وأبدي أخلط المكونات، بعدين أقسمها النصين، نص أخلي بيه خليط الدجاج، والنص هو الثاني اللي يكون للقرمشة، بعدين نخلي بيه قطع الدجاج. هسه هنا حبايب قسمته نصين. هذا النص اللي هو أقل، هنا أنا خليت عليه مثل ما تشوفون هذه المي، وخليت عليه شوية الليمون، يعني هي نص ليمونة خليت. وهنا أبدي أخلطه وأشوف القوام مالته يصير أخف من خليط اللي إحنا نقول الكيكة البيتية، وأنزل عليه شوية شوية تدريجيا المي حتى أشوف قوامه شلون يصير. هسه هنا أنا أخلطه زين بالخلاطة هذه اليدوية حتى أتأكد من حبايباتي، يعني الطحين كلها انخلطت هالشكل. طبعا يعني تجربوا نفس هذه الطريقة، طبقوها وشوفوا الطعم يعني كلش طيب، نفس يعني نفس المطاعم إن شاء الله. هسه هنا هذه قطع الدجاج راح نخليها بهذه التتبيلة، وبعد الوقت يعني اللي انتو تقدرون تخلوه ساعتين، 3 4 5، انتو بكيفكم. بعد هسه هنا أنا أخلط هذا يعني قطع الدجاج بالتتبيلة، وأخليها بالثلاجة، وقلت لكم الوقت اللي انتو تقدرون عليه. هسه خلصنا من هذه المرحلة إن شاء الله. هنا أنا قلت شوية خلي نشرب شاي، لأن تعرفون واحد من يقعد من النوم ويتريق يصير فرة البيت وتنظيفه والطبخ، فقلت خلي نصحصح بالشاي، وإن شاء الله نقوم على شغل البيت وكله خير وبركة. الإنسان ما طول الله منطيه صحة وعافية، ماكو أحلى من البيت والشغلة والتنظيف، والحمد لله والشكر. ومكانكم خالي، الشاي كان كلش طيب. هنا بعد أن ننتهي من شرب الشاي نكمل وياكم طريقة عمل الريزو إن شاء الله. طبعا حبايب الحمد لله والشكر، يعني القناة بفضلكم جاي تصعد، بس نحتاج بعد شوية مشاهدات ودعمكم ويانا إن شاء الله، وما تقصرون. هسه هنا خلينا نسوي الصلصة بسيطة. طبعا هي هنا كمية من المايونيز والخردل والكاتشب هالشكل. واللي يعني اللي عندكم من باودر، يعني البصل باودر، الثوم شوية، يعني شوية كمون إذا أكو موجود، وتخففوها شوية. وطبعا بابريكا تخلون، وخشوكتين شوية مي تخففوها وتخلطوها، وقليل من الملح، وهاي هي صارت جاهزة إن شاء الله. يعني أنا أريد أبسط لكم المواد وطريقة العمل حتى تسهل عليكم بالبيت، يعني ما أريد أعقد لكم الأمور والشغلات مالت الريزو إن شاء الله. هسه هنا عندنا كمية من الزيت أو الدهن، وهنا طبعا التوابل هم مكتوبة على الشاشة، هي هيل وكركم وكاري وكزبرة وماجي الدجاج وملح وهيل. طبعا الهيل مطحون، وعادل هنا عندنا وقطعة صغيرة واحدة من الدارسين. وعندكم كمية المي هي نفسها كمية التمن اللي هو الرز، طبعا حتى تعرفون أكثر، لأن أكو بعض الدول يقولون شنو تمن، فالتمن هو نفس الرز، نفس كمية التمن هي كمية المي.
وهنا نتركه إلى أن يتهدر. هسه هنا نتركه إلى أن يغلي ويتهدر. نكمل طريقة العمل حبايب، إن شاء الله طريقة بسيطة. هسه تخلون كمية من الدهن أو الزيت حتى أن يعني يحمى زين الدهن، وكمية طبعا كبيرة تخلون. تبدون تشيلون قطع الدجاج تخلوها بالطحين ونقليها على عين ناصية حتى يعني كلش تصير كريسبي وتقسب. هنا أنا مثل ما تشوفون التمن يعني المي نشف، نبدي نهدره، وهاي شوفوا شلون مبين مقرمش يعني ومقسب مثل ما تشوفون. طبعا المقرمش هو ترى نفسه بالعراقي المقسب، بس تطور يعني هسه. هسه راح نبدي نقلل قطع شي من بعد شي. طبعا اني هذا عندي كيلو من صدور الدجاج ما سويته كله لان صار هوايه، يعني قليت كميه وكميه تركتها بالثلاجه. هسه هنا نبدي نقطعه بهالطريقه هذه، وصدقوني والله يعني نفس المطعم ويجوز اطيب، يعني طعم التمن، وخاصه اذا تكثرون الهيل بيه. اني ما انصح التمن الريزو ينحمس وتخلى له بصل وثوم، لا، لان بهيج حاله راح يصير هو مثل الكبسه، هو مو كبسه، يعني بدون بصل وبدون ثوم. هنا أنا هذا التمن بعد ان تهدر وخليناه بهذه الماعين، نصفط عليه قطع الدجاج واحنا مسوين الصلصه. وهاي البوتيتا طبعا انا بس قليتها هي جاهزه. وهنا نصفط قطع الدجاج، وان شاء الله طريقه بسيطه وتعجبكم. طبعا هنا اني الصلصة خليتها ببطل حتى اقدر ازين بيها قطع الريزو مثل ما تشوفوها عيني. يعني هسه شوفوا الشكل، انتو شوفوا الشكل هسه مو مثل شكل يعني الريزو مالت المطاعم ويخبل. وهنا زيناها بالصلصة هالشكل، نغطي كل قطع الدجاج بيها. وان شاء الله بطريقة بسيطة مثل ما قلت لكم، وألف عافية علينا وعليكم. وانتظروني بالفيديوهات القادمة. وياكم شيف أم فضة، في أمان الله. تو برام مثل نفس میمونی، زندگی من به تو وابسته است، جای هیچکی جز تو قلبم نیست، دل عاشقم